مساء الخير، ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ لو اول مره شفنانا اعملوا ايه؟ قولوا لي. لو اول مره شفنا ما تنسوش تحطوا لايكات، تشتركوا عندنا، توصلوا ملايين كتير. تحطوا اعملوا ايه يا لولي؟ قولوا حطوا لايك، وقولوا كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد، ويجي عليكم كده وانتم سعداء وحاجات حلوه كده ليكم يا رب باذن الله. النهارده يا جدعان الفيديو بتاعنا احنا المفروض نصور دلوقتي روتين وحاجات للعيد بقى، بس انتوا عمالين تسالوا كتير 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 البيبي ده ابن مين؟ البيبي ده ابن مين؟ البيبي ده ابن مين؟ ابن الاول ولا الثاني؟ فانا حابه النهارده اعمل لكم، قلت اعمل لكم الفيديو، حابه النهارده اعمل لكم الفيديو واقول لكم البيبي ده ابن مين. ماشي؟ بس امانه عليكم تحطوا لنا لايك وتتفرجوا على الفيديو للاخر، وتحطوا لنا لايكات كتير عشان اي حد يشوف ما يسالنيش ليه في اللايف، فاهمين؟ لان نحط لايك عشان الفيديو يترفع، في ناس كتير تشوفه وما يجيش حد تاني يسالني في لايف على التيك توك ولا فيسبوك البيبي ده ابن مين. يبقى كله اللي شاف الفيديو خلاص بقى كده يا جدعان نهدى عشان نبدا نركز بقى في شغلنا في العيد باذن الله. ننزل لكم فيديوهات عن المنشورات العيد وعن التنظيف وكده اهوت، وربنا يكرمكم يا رب يسعدكم. بس قبل ما اقول لكم ده ابن مين عاوزه اتكلم شويه. التعليقات جات لي لما نزلت فيديو الطلاق، تعليقات يا جدعان، في تعليقات ناس كويسه يعني كتبت لي ربنا يكتب لك حياه سعيده ويخلي لك ولادك وانت ست جدعه والكلام دوت. دول طبعا ربنا يخليهم لينا وفوق دماغنا من فوق. في شويه تعليقات تانية صراحه يعتبر تسد النفس. انت طلقت ازاي؟ انت عندك 5 عيال، انت معرفش ايه. حسستوني ان انا اول واحده اتطلق في مصر. اللي انا يوم ما حملت برضه حسستوني ان انا اول واحده احمل في الدنيا ديت، ويوم ما اتطلقت حسستوني ان انا اول بني ادمه متطلقه في مصر. في العلم اللي في ناس كتير قوي متطلقه وبيتجوزوا، يعني بيتطلقوا وبيتجوزوا. انا مامتي متطلقه ومتجوزه، وبابايا كان متطلق ومتجوز، في ناس كتير قوي في الدنيا كلها، فاهمين؟ فدي حاجه طبيعيه. وبعدين ده شرع ربنا، الطلاق والجواز ده حلال ربنا، ما عملناش حاجه غلط. ما رحتش مشيت مشي بطال عملت حاجه غلط، رميت عيالي. يعني لو اتجوزت ورميت ال5 عند باباهم ولا رميتهم في اي حته وزعتهم، روحوا عند عماتكم بقى، روحوا عند خالتكم، مش مهم اللي انا مش عايزاكم معايا في الام البيت دوت. ماشي؟ انا كده ما عملتش كده يا جدعان. انا ال5 معايا، لو تعالي هي بكلمه واقول لهم ازيكم واللي قاعد جوه تعالي يا بنتي. يعني فاهمين انتوا يا جدعان؟ لو انا اتجوزت ورميت العيال ابقوا اتكلموا واشتموا، لكن الحمد لله ال5 قاعدين ومصاريف اكل وشرب وكله كله كله عليا. يا جدعان اللي بيجي يتفرج على اي فيديو ومش عاجبه ما يعلقش. يعني انا ست زيكم زيي، وما باجي اتفرج على الفيسبوك ولا اليوتيوب بصفح كده زيكم، بس ساعات بلاقي فيديوهات تسد النفس، واقسم بالله مش بعلق، يا دوبك بتفرج ولا بحط ديسلايك ولا بخش اشتم ولا اي حاجه. انا كان مشاهده زيك بصفح كده واشوف الفيديو ما بعلقش، خلاص انا ماليش دعوه، ما بحبش اشتم حد ما اعرفوش. ما يمكن اللي بتتكلم دي صريحه ويمكن كدابه، ماليش فيه. واحده قالت الادب بتاعي ماشيه مش كويس، ماليش فيها برده، ولا اعلق ولا اكتب ما اعرفش انت مين وما اعرفش ايه، واقف اشتم واسب في السب. يعني بتسبيني تقولي كلام مش كويس عليا وعلى بيتي وعلى عيالي وعلى جوزي وعلى بنتي، وده انتوا بصوا بتشتموا الاطفال الصغيرين. يعني انا كنت منزله فيديو لهبه بتغسل شعر لولي، يعني ده فيديو عادي، طفله بتغسل شعر اختها، واحده كاتبه لها انتوا منسونين زي امكم. يعني البنت ما عملتش اي حاجه، يا دوب بتعمل ايه؟ بتغسل شعر اختها، بتقول لها انتوا منسونين زي امكم. طفله 9 سنين، طفله 8 سنتين بيشتموا من الناس من غير ما يعملوا اي حاجه. فانت لو كنت بعقلي كنت بتكتبي كومنت ده للاطفال كنتش كتبتيه. فيلا الله يسامحك. تاني حاجه بقى، في ناس كتير بتقول لي هو انت اتطلقتي وعايشه في شقه طليقك؟ لا دي مش شقه طليقي، الشقه اللي انا مرزوعه فيها دي قاعده فيها هنا اهوت، دي شقتي انا، دي اللي جبتها معاكم السنه اللي فاتت بتاعبي وشقايه. وهو عنده شقته في بيت العيله هناك، شقته هو، شقته ملك كمان، يعني ولا ايجار ولا بيدفع شيلين فيها، شقته ملك. والحاجات اللي في شقتي دي حاجتي انا، جايباها بتاعبي وشقايه. ما كنت بقعد في اللايفات على التيك توك بال10 ساعات وافتح لكم لايف على الفيس، انا تعبت عبال ما جبت الشقه دي، شقتي انا. وعندي شقه كمان بتاعت جوزي. فالشقه دي شقه التصوير، دي شقه شغلي، يعني كني ده محل عملي، ده اللي انا بعمل فيه روتين طبخي. وكمان عيالي ال5 قاعدين معايا، فاهمين؟ باباهم مش عاوزهم عنده، فانا العيال ال5 قاعدين معايا، فاحنا قاعدين في بيتنا، مش هاخدهم هناك واروح اقعد في شقه، يعني فاهمين؟ بنروح هنا وبنروح هنا. ايه يا جدعان انتوا بصوا والله العظيم حسستوني ان انا اول بني ادمه اتطلق واتجوز. انت ازاي تتجوزي؟ انت ازاي؟ وانا عملت حاجه غلط؟ هو انا لا مؤاخذه يعني في الكلمه اتطلقت ومشيت ماشي بطال؟ لا انا اتطلقت من فتره كبيره قوي، وبعديها فتره العريس جه وخلصنا واتجوزنا على سنه الله ورسوله. ده كمان ربنا اللي محلل كده، يعني ربنا نفسه محلل الطلاق ومحلل الجواز. لو ربنا محرمهم ما كناش ولا اتطلقنا ولا اتجوزنا، كنا قعدنا ايه استمرنا في الجواز وكده اهوت. انت ازاي ما اعرفش ايه بعد العشره يا ستي؟ انا مش عاوزه اكمل، مش مغصوبه ان انا اكمل في حقيقه انا مش حباها.
انا دي حاجات اسمها ايه، انا يا جدعان دي حريه شخصيه، دي حريتك انت الشخصيه. عايزه تكملي مع جوزك مفيش كملي، مش عايزه تكملي مفيش حد يجبرك انك تعيشي معاه، ولا تقولي امي ولا ابويا ولا اخويا بيقول لي كملي، مش عايزه تكملي سيبيه، مش مجبره تعيشي معاه بالعافيه. انا مش مجبره ان انا اعيش مع بني ادم مش حباه ومش حباه يا جدعان. خلاص العيشه انتهت على كده، خلاص كل واحد بقى ايه ربنا يهديله حاله بقى ويمشي مع نفسه، وربنا يسهل لنا ويسهل للجميع يا رب. فيا جدعان اتقوا الله في تعليقاتكم، اتقوا الله في تعليقاتكم. يعني تشتمي واحده، تشتمي طفله، تشتمي بيبي، تدعي على واحده بالموت، اتقوا الله، اتقوا الله بجد. يعني احنا لو بنعمل حاجات غلط اشتمي يا ستي، لو بنعمل حاجات غلط اللي احنا بنمشي مشي بطال. يعني انا لو واحده طالعه ماشيه بطال اشتمي، لو انا طالعه واحده لا مؤاخذه برقص لك ومعرفش اشتمي، لكن برضه مالكيش الحق انك تشتمي برضه، لان دي حريه. يعني واحده الرقاصه ديت حريه شخصيه، ترقص براحتها بقى ان شاء الله تمشي لا مؤاخذه في كلمه عريانه، هي حره ما تشتميش. يعني خليكي في حالك، يعني قولي لها بينك وبين نفسك كده الله يهديكي، وما تعلقيش ولا اي حاجه. فاهميني يا اختي انت وهي، وخليكم كده العيد يجي علينا باذن الله، يكون العيد يكون دخلة خير علينا، وتمنى لنا الخير وتدعوا لنا. اقسم بالله انا بحبكم كلكم. يعني برضو اللي بيشتم دوت بعذره، بقول هو يمكن عنده حاجه نفسيه في حياته، يمكن واحده جوزها منكد عليها بتطلع الغل فيا، ممكن واحد مراته مجنناه فبيطلع الغل اللي فيه. ما انتوا بتشتموا ما تعرفوش البني ادم اللي قدامكم ايه، فاهمين؟ فما بعذركم برضه، بقول ايه ربنا يهديهم على نفسهم، ربنا يهديهم على نفسهم. حتى كنت برد الاول، دلوقتي ما بقتش ارد، بقيت مكبره دماغي واقول بقى لا يا زياد لا كبري دماغك الكلام دوت. بصوا بجد انتوا يعني عاوزه اقول ندمتوني ان انا طلعت قلت لكم حاجه زي كده. يعني في ناس قالوا لي ما تطلعيش تقولي دي ولا اتطلقتي ولا اتجوزتي ودي حياتك الشخصيه وعيشي العيشه اللي انت بتحبيها، لكن بجد طب انا اعمل اقول ولا ما اقولش؟ قلت لكم برضو مش لا ده ترند، لا ده ترند يا ام زياد ما اتطلقتيش، بعد اسبوعين ولا حاجه طلعت تقولي انا صالحت انا طليق ورجعنا. لا يا اختي انا مش بتاعه ترندات، ولو بتاعه ترند هقول لك انا اتطلقت من جوزي، بس مش هقول لك كلمه الجواز، مش هقول لك اتجوزت. ترند زي اي واحده بتعمل ترند على اليوتيوب تطلع تقول انا اتطلقت من جوزي، تيجي بعد فتره صغيره تقول لك ده هو جه صالحني وجاب لي هديه وعزمني على محل كباب معرفش ايه ورجع لي تاني وجاب لي غوشين معرفش ايه. لكن انا بقول لك انا اتطلقت وانا اتجوزت، يعني ده مش ترند، مفيش حاجه اسمها ترند، ده حاجه يعني متوقعه. فاهمين انتوا يا جدعان البصمات وكده اهو، وانت عامله حاجه حرام انت معرفش ده انتوا والله العظيم واحد تقول لي جوازك باطل وكلام مش محترم خالص. انتوا يعني في ناس بتكتب كومنتات انت بني ادمه مش محترمه، معلش في الكلمه مش محترمه، لانك انت تخشي تسبي واحده في شرفها في عرضها، ما ينفعش ياما ما ينفعش. ما تجيش تقولي انت منزله فيديو بتاعك وحريه شخصيه، اقول لا مش حريه شخصيه يا قلبي، مش حريه شخصيه. انت خلي الحاجات السلبيه بتاعتك ليكي انت جواكي ما تقولهاش لحد. البيبي يا جدعان، البيبي اللي في بطني ده ابن مين؟ ابن جوزي التاني، مش ابن طليقي، ده ابن جوزي التاني. انا مطلقه بقالي فتره كبيره قوي، والحمد لله جالي ابن واحد ابن حلال زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، جارنا وكده اهو الحمد لله ربنا تمم على خير واتجوزنا وحصل حمل. ربنا يا رب يخليه لنا ويجي لنا بالسلامه يا رب، واخواته بيحبوه. وشفتوا انتوا فيديو اسمه ايه الفيديو اللي احنا عملناه، فيديو جنس البيبي، عملنا حفل جنس البيبي والدنيا تمام. واخوهم يا جدعان يعني اخوهم هيجي من بطن امهم. على فكره انا ليا اخوات من بابايا وليا اخوات من مامتي، يعني فاهمين حلو مامتي دي، مامتي متفصله عن بابايا قبل ما تتوفى من زمان وهي كانت متجوزه، وليا اخ من مامتي وليا اخوات 3 من بابايا، فاخوهم فاهمين اخوهم. طب ازاي يا ام زيد تعملي كده وما اعرفش ايه؟ حلال ربنا يا جدعان. في كومنتات بقى بتقول لي جوزك طمعان فيكي وكلام مش كويس جدا جدا. لو كان يا جدعان طمعان فيا ولا كان داخل يشتغلني اللي هو يعني جوازه وقلبه وقومه زي ما بنقول، يعني ما كانش خلف مني، فاهمين؟ مفيش واحد راجل هيربط نفسه بواحده ويعني يحصل حمل ويحصل طفل يجي ما بينهم والكلام ده. لو هيشتغل كده هو قلبه وقومه وجاي يسلي معاكي شويه، اول حاجه يطلب منك اللي هو مش عاوز عيال منك نهائي. طبعا انت عندك عيال مش عاوز عيال منك نهائي، احنا متجوزين جواز يعني تسالي نسلى بعضنا وخلاص على كده. لكن هو الحمد لله راجل محترم وراجل كويس وراجل بيراعي ربنا فيا وبيحبني، وانا حبيته بعد الجواز كتير جدا جدا. يعني حبيته، حسيت ان هو واحد محترم وبيخاف عليا وبيغير عليا جدا جدا. يعني بصوا يا جدعان لما اطلع البندانه لو في شعرايه باينه دخلي شعرايتك، الشعرايه باينه اعدلي الاشعار، بيغير عليا جدا. حتى لو نزلنا في الشارع ما بيحبنيش البس هدوم ضيقه. دلوقتي العبايات ممكن مسكت فيها شويه عشان البطني
اعملي الكم معرفش ايه، ويعني فاهمين يعني مش واحد اللي هو لو هو واحد مش بيغير عليكي وداخل على شغل طمع والكلام ده مش هتفرقي انت معاه بقى، سواء تلبسي بين شعرك سواء بقى تطلعي مثلا عريانه، مش كده كده هتجيبي له فلوس بقى سبوبه زي ما انتوا بتقولوا، مش هيفرق بقى. اطلعي بقى، ايه رايك تقلعي الحجاب لو هو داخل سبوبه؟ ايه رايك تقلعي الحجاب؟ هيطلع ترند جامد قوي. ايه رايك بقى تلبسي تطلعي بقى تقلعي الحجاب، هتلبسي بنص بقى وتطلعي بقى هي سبوبه داخل فيها. لكن ده بالعكس، هو اللي بيقول لي ما تلبسيش حاجه محزقه، البسي بندانه، اتكلمي كويس، معرفش فاهمين انتوا يا جدعان؟ مش واحد اللي انتوا تقولوا عليه كلام مش كويس ويعمل عيالك وحش ومعرفش ايه، لا هو بالعكس خالص، بالعكس خالص، ما بيعملش عيال وحش، بيعملهم كويس جدا جدا. ولولي بتحبه جدا جدا جدا. طول تعالي هنا، تعالي يا لولي. مين اللي داك العصير؟ مين داك اللبن بالفراوله من شويه؟ مين داك اللبن اللبن بالفراوله من شويه؟ لولي بتقول بابا وبتحبه جدا 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 جدا. يعني ممكن تسيبنا كلنا قاعدين في الشقه نخش نقعد معاه تطبطب عليه بابا حبيبي وتديله بوسه. يعني هو لو بني ادم مش كويس مش هتيجي عيال تقول له يا بابا، فاهمين يا جدعان؟ مش غبي، يعني مش غبي. يعني لو زياد بيلعب على الكمبيوتر زي ما قلت لكم تعالى يا زياد بابا، لما بيجي قاعد تلعب على الكمبيوتر ونصغرك بيجي يقول لك ايه بابا؟ بيقول بيزقك ولا كده؟ يعني بيتكلم معاك ازاي؟ بالراحه. بيقول له مثلا ايه زياد حبيبي انت بقالك كتير قاعد على الكمبيوتر كده عشان عينك نظرك ومذاكر شويه. مثلا لما يجي ينزل يحلق تروح تحلق معاه ولا لا؟ تروح تحلق. وبيعمل لك ايه بعد ما تيجي تحلق بعد الحلاق؟ بترجعوا من الحلاق بتعمل ايه؟ قول علي صوتك. بيحميني. بيعمل لك ايه في شعرك؟ بيحط لك ايه في شعرك؟ بيحط له جل في شعره. لما بيجي من بره هو بياخده معاه وينزل يحلقه، بيحط له جل في شعره ويسرح له شعره. ومين وداك المدرسه؟ كان بيجي يوديك المدرسه يجيب لك حاجه حلوه، بيجي يروح معاه المدرسه ويروح يجيب له حاجه حلوه. يعني مش بني ادم اللي هو بني ادم، فاهمين؟ مش بني ادم يا جدعان اللي هو بني ادم مش كويس، اللي هو بيعامل العيال مش كويس وهو زوج الام والكلام ده. بالعكس والله العظيم، يعني انا بعتبره ابوهم، يعني كويس جدا ومحترم مع الكل، مع الكبار ومع الصغيرين يا جدعان. فانتوا اتقوا ربنا شويه. مش معنى يا جدعان اللي انت يعني صدف اللي فيه جوز ام مش كويس يبقى زوج الام كلها مش كويسه. مش صدف اللي فيه مرات اب مش كويسه يبقى كل مرات الاب بتضرب بتلسع بتعمل حاجات مش كويسه. وفي ازواج ام كده مش لازمه طبعا زوج ام يبقى كله وحش، لا في ازواج ام كويسين، في مرات اب برضو كويسين. صوابعك مش زي بعضها، فاهمين؟ صوابعك مش زي بعضها. فاتقوا الله في كومنتاتكم وادعوا لي اقوم بالسلامه ويجي البيبي كده يكون كويس علينا باذن الله وحياتي تبقى كويسه. ادعوا لنا، قولوا لي يا مزاد يا رب حياتك الجايه دي تكون كويسه وتكون احسن من اللي فاتت، وربنا يعوضك بالاحسن. ننسى بقى اللي فات ويعوضنا باللي جاي. مثلا ما يحصلش مشاكل، نكون كويسين مع بعض، تربى ابننا. هي بتقول امين من ورا شاشه، هنقول امين هنا، والبيبي يجي كده علينا واحنا بخير كده اهوت. وامين يا رب العالمين، يكونوا كويسين ونكون الدنيا تمام. فاهمين يا جدعان؟ اتمنوا الخير لغيركم. ومش معنى ان انا طلعت يبقى كده الحياه هتقف والدنيا هتقف، لا الدنيا شغاله وبشتغل وبعمل وبروح بعمل روتين وبعمل كل حاجه في البيت وبناكل وبنشرب وهي تحت عينيا وبنروح المدرسه. لسه عامله لك بروتين اهو يا بنت اهو. لا مش روتين، فيلر مش ترميم. يعني الدنيا تمام الحمد لله اهو يعني الدنيا تمام الحمد لله. اتمنوا الخير لغيركم عشان ربنا يديكم الخير. قلت لكم اتمنوا الخير لغيركم عشان ربنا يجيب لكم الخير. الدنيا تمام، الحياه ما وقفتش، ما رمتش العيال الخمسه. محمد قاعد جوه في الاوضه، حبيبي قاعده جوه في الاوضه. اتكلم يلا خبطوا على مش بيقول لك رموه حبيبتي. انا بتقول ازيكم؟ محمد جوه قاعد جوه، حبيبي قاعدين جوه. هي محجبه مش عاوزه تطلع دلوقتي، في شعرها منكوش الصراحه. محمد جوه قاعد بيعمل لكم مونتاج فيديو هينزل. فالدنيا شغاله تمام. و ما تجيش تقولي ده رمت البت عند ابوها، ده رمت البت عند الواد عند ابوه، ورمت العيال موجودين بيروحوا عند باباهم يوم واحد في الاسبوع، بيقعدوا معاه بقى ياكلوا يشربوا. ماليش فيه صراحه ما بسالش في حاجه، انا اللي بوديهم كمان. روحوا لباباكم يوم عشان ما يبقاش انا حاربهم. بابا عاوز ياخدهم اسبوع ياخدهم، مفيش اي مشكله. عياله وعيالي مفيش اي مشكله. يعني مش هنشد مع بعض في العيال، رغم ان انا اللي بصرف ورغم ان انا اللي بجيب لهم كل حاجه من الف للياء. المفروض انا اتحكم فيهم حكمه بقى كويسه. انا اللي باكل وانا اللي بشرف وانا اللي بعلم وانا اللي بصرف كل حاجه. انا اللي ما باخدش نفقه عليهم. فالمفروض انا اللي اتحكم فيهم. ما تشوفش عيالك روح ارفع قضيه، تسمعي قضيه رؤيه والكلام ده. انا ما بعملش حاجه خالص. لو كنت عملت كده كنت اتكلمتي. عفش جديد انا جايبه كل عفش معايا وانا جايه شقايه.
تعبي مش شقاي، ومفيش ما بنقولوش اشياء هنا في شقتي، هنا شقتي دي كلها انا اللي بصوا انا اللي تعبانه فيها، وانا اللي طالع مش عاوزه اقول كلمه، طالع عين امي في الشقه دي تعبان ما جمعتها ولا ما جبتها. هو عم شقته هناك شقه ملك ربنا يا ربي يعني يبعدنا كل واحد يبقى في حاله كده اهو. فانتوا يا جدعان خفوا شويه الدنيا، نخلي الدنيا تمام. انا مش اول واحده تطلق ولا اخر واحده تطلق، لسه ممكن دلوقتي حالا في الوقت اللي احنا قاعدين فيه واحده بتطلق حالا، وممكن دلوقتي واحده بتتجوز، ممكن دلوقتي واحده بتموت وواحده بتولد. فدعوة اللي مش عارفه ستي الله يرحمها كانت تقول دعوة الخالق والله ما عارفه المثل ده عشان ما اقولش كلام غلط. اتمنوا له حياه كويسه والحمد لله يا جدعان. يعني جوزي الجديد كويس جدا معايا، حتى في ناس كتير قوي في الكومنتات بيقولوا يا مزاد انت حلواتي، يعني انت في حد بيحلو بعد الجواز والطلاق، دليل ان انت واحده يعني بعد ما حصل لك انفصال بدات تهتمي بنفسك. يعني طول ما الواحده تكون كئيبه في عيشتها، انا عن نفسي كشخصيا لو في حد مزعلني ما بعرفش ولا اكل ولا بعرف اشرب ولا بعرف حتى اقوم احط كريم ترطيب في وشي، ببقى عندي حاله اكتئاب. لما بكون سعيده بتلاقيني بدا يبان عليا، بقوم بقى اكل اشرب اعمل شعري احط كريم ايه ادينا مصروف، اديهم مصروف، ابدا بقى ايه حياتي تبقى ماشيه تمام كده اهوت. يبقى في راجل بيفتح في راجل بيضلم ولا بيقولوها ايه. فيا جدعان ادعوا لي يا جدعان، كنت اقول لكم يا جدعان يا جدعان يا جدعان ادعوا لنا ربنا يا رب يكفينا الشر. السلامة عشان حالي. تقومنا بالسلامة عشان حامل. تقول ايه؟ ماما حامل ايه؟ ايوه في وش قلت ماما انت حامل ايه؟ تقول ايه؟ قولي لي بس ايه؟ احلى مسا عليكي؟ ايه بصي يا احمد بتحبني؟ قد ايه؟ ليه نونا اسمها ايه؟ لا هي عاوزة اسم صح مش عاوزين كده احنا هنغير. احنا هنسمي النونو ايه؟ برعي. نونا اسمها ايه؟ لا نونا ادم. لا احنا هنسمي اسم تاني، واكتبوا لنا اسامي للنونو. ماشي نونا ادم. اخوك يجي ينور البيت بطني ماما. فاحنا مش اخر ولا اول ناس تطلق، الدنيا شغاله كل شويه طلاق طلاق طلاق. وبعدين طبعا حلال ربنا طلاق وجواز مفيش اي مشكله، سواء عندك 5 بقى سواء عندك 8. صح في ناس بتقول لي عيشي عشان ولادك عيشي عشان ولادك، معلش في الكلمه ما انا ولادي يا جدعان هيكبروا وهيتجوزوا. يعني مثلا محمد كلها كام سنه سنتين 3 4 ويتجوز ماشي، وراه حبيبه وراه زياد كلهم هيتجوزوا. انا قاعده في العيشه اللي انا عايشاها مش عجباني ومش حباها، لما عيالي كلهم يتجوزوا انا هبقى قاعده وشي في وش الكائن اللي انا مش حباه، هيبقى انا وهو في البيت بس. عيالي كل واحد هيبقى له بيت هيبقى له عيشه هيبقى له بيت وهيبقى له مراتات ويعيشوا عيشه مبسوطه، وانا هقعد بقى اعمل كده ايدي على خدي. ضيعت شبابي وضيعت تعبي وضيعت كل حاجه افضل قاعده كده، وممكن بعد ما اجوز كل العيال اروح منفصله. طب انا ايه اللي انا عملته في حياتي؟ يعني ايه اللي انا عملته في حياتي؟ طبعا الدنيا مش هتقف على العيال على فكره. انت يوم ما جيتي تكتبي عقد الجواز بتاعك ما كانش شرط عليكي جوزك تجيبي 5 ولا 6 ولا كان ما كانش شرط عليكي تعيشي عشان خاطر العيال. انت متجوزه عشان نفسك انت، عشان تعيشي حياه سعيده، سواء عندك 5 بقى 6 7 انت متجوزه عشان تعيشي حياه سعيده وتكون الحياه مشاركه بينك وبين جوزك، ما تبقيش انت اللي شايله. مش حياة كئيبة. مش حياه كئيبه هيطلقوا هم قاعدين وشايفين امهم كان بيحصل لهم ايه. مش حياه تعيشيها كئيبه. الجواز مشاركه سواء من الراجل او الست، ما ينفعش الست تشيل كل حاجه على فوقها والراجل لا. يعني الحياه مشاركه، يعني تشاركي مثلا في طفله زي ديت تسرحي لها جوزك مثلا تحميها، هو يسرح لها شعرها، هو يدهن لها كريم. ايوه فاهمين؟ شعرها. ايوه بابا بيغسل لها شعرها، بيحط لها كريم. مين اللي بيحط لي كريم في شعري؟ بيعمل لها شعرها بيشيلها. هو الحياه كده مش حياه اللي انت الجواز ترمي. بيجيب لها حلويات. بيجيب لها حلويات. بتقول لها 10 جنيه بيديها 10 جنيه. يبقى الحياه مشاركه ماشي. ما تدفني ايه؟ مش هتديكي 10 جنيه ضاع منك هديكي تاني. الحياه كده مش الحياه انك انت كتبت عقد الجواز بينك وبين جوزك وجبتي 5 أو 6 فانت تقعدي عليهم. فاهمين؟ طب خلفتي يا ابو كتير ليه؟ انا دولت الاثنين دولت لا ال3 دولت كده يعتبروا جم يعني مش عاوزه اقول على وسيله، فهم العيال ما فهمش حاجه عشان عيب. فاهمين يا جدعان؟ فبيحصل الحمل بيحصل غصب عن الواحده. وخلاص يا جدعان بقى مش كل شويه نقعد نتكلم في الماضي ونقعد نقول عملتي وما عملتيش عملتي وما عملتيش. باذن الله حياتنا الجايه تكون كويسه يا رب باذن الله، ويجي علينا النونو كده يكون وش الخير علينا باذن الله، يكون وش يعني وش جميل علينا كده اهوت، ويكون حلو علينا كده اهوت بحاجه جديده يا جدعان كده. ربنا يا رب يخليه يجيب السلامه يا رب. امين. ايه؟ امين. امين يا رب العالمين.
وانتظروا مننا بقى الفتره الجايه فيديوهات جديده وجوزها هيظهر معايا باذن الله. هنعمل هو بقى فيديوهات باذن الله. في ناس كتير عمالين تقول لي ظهري جوزك باذن الله هيظهر معايا ونعمل فيديوهات جديده انا وهو، سواء طبخ بقى روتين، نروح نيجي نسافر، نروح نعمل سونار للبيبي، حاجات زي كده باذن الله. انتظروا فيديوهات جديده بقى وباذن الله. المفروض انا اقوم دلوقتي اقوم اقلع ومصور لكم فيديو روتين وحاجات العيد وحاجات زي كده اهوت. كده اهو يا جدعان خلصنا. حطوا لنا لايكات كتير قوي بنحبكم كتير وربنا يا رب يسعدكم. والواحده متجوزه وخايفه في حياتها مع جوزها ربنا يهديهولك يا رب. لو انت عايزه تكملي معاه، ولو مش عايزه تكملي معاه عادي يا حبيبتي، كل واحد اخلعي. عادي يا حبيبتي كل واحد في حاله. لو انت عايزه تكملي مع جوزك ومكايب عليك ربنا يهديهولك يا رب يا حبيبتي وتعيشوا عيشه كويسه. ولو انت عايزه تستحملي عشان خاطر عيالك فانت حره. انا صراحه خلاص مش قادره. اهم حاجه ان انا قاعده مرتاحه، عيالي قاعدين حواليا بيغلطوا ساعات، انا اللي بلطش وانا اللي بزعق وانا بس يا بنت بس يا كده. هو انا خلاص بقت الام هنا بتاعتهم وكل حاجه. الناس كتير بتسال عليك تقول لك اطلعي مع ماما وهي بقى لها كتير يا جدعان تقول لك لا مش عاوزه اطلع، بتبقى بتلعب بالالعاب صح؟ كانت راسمه حنه والحنه شالت منها بتطلع تلعب في الالعاب بتاعتها وتقول مش عاوزه تطلع معايا. خلاص بقى كبر عشان اللي فيها فنزات بتتقل عليهم صح؟ ما تكبريش على فنزاتك عشان يحبوكي. تقول لك ماشي هنشوف. قولوا لهم ربنا يرزقكم. قولوا امين. قولوا لهم امين. خلاص كده الفيديو بتاعنا خلص. كان معاكم زياد وهبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي. هتنسى اللايك.